السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي، يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. بمناسبة عيد رمضان الفطر، عيد الفطر المبارك، يا رب يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. تعالوا نشوف الكحك اللي عملناه. شوفوا جمال الكحك، جميل. بدل ما تشتريه اعمليه في بيتك يا حبيبتي، مش هيكلفك يعني كتير، بره الكيلو غالي. يلا بينا ندخل على الطريقة. هنا معايا كيلو دقيق، كيلو دقيق متعدد الأغراض أيا كان، يعني دقيق، أي دقيق عندك اعملي بيه، غلة بلدي أي حاجة، ما تدقيش على حاجة ومشي أمورك بأي دقيق. فهنا عندي طبعا، أنا هنا عندي كيلو دقيق، حطيت عليه كيس من الخميرة الفورية أهو، كيس خميرة فورية، أيوة أهو. أنا قلت أحطه في الصينية كده عشان الواحد إيه ياخد راحته فيه، لكن هتشوفوا معايا بقى. هنا بقى ايه هحط ايه كده. طبعا حطيت بيكنج باودر هنا، نص معلقة بيكنج باودر، وذرة الملح يعني اهي بينا كده. طبعا ايه هحط هنا نص كيلو سمنة، نص كيلو سمنة، ومعلقتين عليهم، يعني معلقتين كبار عشان يبقى حلو. لو عايزاه مقرمش خليها نص كيلو بس، لكن انا بحبه يعني ناعم شوية، فانا بحط له معلقتين فوق النص الكيلو سمنة. هنا بقى ايه اعملي بسمنة بزبدة بأي حاجة يعني، بس نص كيلو، فتزودي عليها معلقتين كبار. لو عايزاه ناعم شوية، عايزاه مقرمش سيبيها نص كيلو، حلو جميل ويطلع حلو كمان. هنا هنقعد نبس بقى، نقعد هنا نبس اهو. حفيدتي بتبس على الصينية، بس طلعت الصينية ما نفعتش، لقينا بتنطر من تحت على فهحطها في حاجة تاني يعني، هتشوف في الآخر. فايه يعني هتعملي كيلو الكحك هيديكي 3 كيلو، او 3 كيلو الا، احسن ما تروحي تشتريه من بره، غالي الكحك غالي، ما اقولكيش قد ايه بره. هنا رحت ايه بقى، فضيته في العلبة، حطيته في العلبة هنا، وهحط عليه زبادي، اعجنه بالزبادي اهو. طبعا الحلويات ما بتتعجنش، بس كده يعني، بتتقلب تقليب كده على قد ما تشرب السائل وخلاص. هنا بقى ايه هنقطع بقى ونعمل كده، مرضيش ازود له تاني، هو كويس كده، بس طلعوا ايه حبة كحك تحفة. ايوه هنحشي ملبن وعجوة. عندي العجوة هنا، انا عاملة الملبن في البيت بس ما صورتهوش اهو، ملبن ومكسرات. عندي طبعا كان شوي يعني، عندي اي مكسرات سوداني، لوز، جوز، اي حاجة. هنا بقى كنت عاملة بقى ايه لوز مع عين جمل، ما حشيتوش كله كمان يعني، بقيت احشي شوية وهخلي شوية على كده. بقيت اشكل فيهم بالعجوة وبالملبن وبالمكسرات. وفي اللي حابب على كده بتكون جميلة بحبة سمسم بقى، وبيبقى جميل اهو. شفتوا جميل جدا. صلوا بينا على الحبيب المصطفى يا حبايبي، وكل عام وانتم بصحة وعافية وسلامة وخير وفرح ورزق وكل حاجة حلوة، حبايبنا كلهم. شفتوا ازاي؟ يا احلى نعمة في حياتنا، ما شاء الله. هنا حبة الملبن طبعا انا مكتراها شوية، لان انا مش هحشيه كله، هحشي جزء منه، جزء على كده، جزء على كده من غير اي حاجة.
وجزء بالملبن وجزء بالعجوة. بصوا انا وحفيدتي بقى ايه اشتغلنا فيهم. ربنا يحميهم يا رب ويحفظهم، وادعوا لها بقى بالنجاح ان شاء الله، ربنا يوفقها هي والبنات كلهم يا رب، والولاد كلهم، ولادنا ولادكم ولاد الناس كلها يا رب العالمين، يكرمهم يا رب ويجيبوا احسن الدرجات. بصوا بصوا بقى على قد بقى بنقش على قدي انا اه. يعني حبة كحك من الاخر اه. مش هيكلفك كتير، هتعمليه في البيت مش هيكلفك زي ما انت هتشتريه من بره. وبقت كل حاجة غالية دلوقتي، كل حاجة مولعة نار، ربنا يلطفنا. هنا بقى احط بالعجوة اهو. العجوة كانت عندي العجوة من بدري بقى عندي، من يمكن لو قلت لكم من العيد اللي فات، من السنة اللي فاتت في الفريزر. وطلعتها كانت حتة صغيرة فاضلة يعني، وطلعتها حطيتها او بحط عليها عين جمل ولوز. ورحت ايه يعني قفلتها، بقفلها كده وانقشها واحطها، جميلة جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يطلعنا من رمضان كسبانين يا رب إن شاء الله، وبصحة وعافية يا رب العالمين، وعدا علينا وعليكم الأيام بخير على طول يا رب العالمين، سنين وسنين عديدة يا كريم. بس ال- يعني الواحد يعني على قد ما يقدر يعمل، يعني مش ضروري تكلفي نفسك يعني، هي عادة يعني الواحد يعمل على قده وعلى قد إمكانياته يعني، على قد إمكانياته. أنا أحيانا بعمله بالزيت، خلي بالكم الكحك أنا بعمله بالزيت أحيانا وبيبقى ناعم وطري وجميل جدا، مش ضروري إن سمنة ولا زبدة ولا أي حاجة يعني. بالخميرة وبالبيكنج باودر، بالبيكنج باودر بس وبالخميرة بس، ينفع كله ينفع. باللبن بالمية، تدفي شوية مية وتعجني، مش ضروري برضو زبادي. أنا بعمله بالزبادي، أنت مش ضروري تعملي بالزبادي، الزبادي دلوقتي العلبة غالية، فاعملي على قد إمكانياتك يا حبيبتي. احنا بنوري البنات الحبايبنا الصغيرين اللي هم مش عارفين، المتغربين، الشباب المتغرب، الصغيرين المتغربين، يعني الواحد لو جاب له نص كيلو دقيقة هيعمله اهو. شفت ازاي؟ كوباية دقيق تنفع. بننقش بقى في الكحك انا وحفيدتي. ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الرحمن. هنا قطعناهم بقى، كنا ايه خلصنا اهو. نروح نحط بقى في الفرن. كانت بقى ايه حفيدتي بتروح وتيجي على الفرن، هي اللي بتحط وهي بتسوي، ربنا يحميها يا رب. بصوا هنا طلع اهو، شوفوا جماله الكحك، جميل جدا. وشوف جايب كمية قد ايه، الصاج ده كبير على فكرة. شوف جايب كمية قد ايه الكيلو، بسم الله ما شاء الله. هنا راحت حطت طبق بقى ايه ورشت عليه سكر. قلت هنحط طبق كده ونرش عليه شوية سكر كده كده. يا رب تعجبكم طريقتنا يا رب وتنفذوها. وكان ما شاء الله حبة البيكنج باودر والخميرة البيرة، أنا بعمله بالخميرة بس اللي هي الفورية، بس هنا حطيت بيكنج باودر يعني قيمة نص معلقة كبيرة كده، يعني حبة من الكيس مش كتير يعني. وبسم الله ما شاء الله عليه، الكحك طلع جميل وهش وناعم وجميل جدا. بس احنا كنا بنصور واحنا صايمين، صورنا واحنا صايمين. كان نفسي يكون بعد المغرب كده عشان ادوق واوريهولكم، جميل جدا ما شاء الله عليه، هو بيتكلم عن نفسه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل عام وانتم بخير يا حبايبي. وطبعا الشباب المتغربين، البنات ولا كان ولاد متغربين، ممكن يعملوا إن شاء الله كوباية حتى،
وربي تعجبكم طريقتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي.